المياه غمرت كل شيء. صحن المطاف اتغطى لأكتر من متر ونص. المياه غطت الحجر الأسود، واللي كان بيحاول يقبله ما بيعرفش إلا بالغوص. مشاهد ممكن ما تجيش في خيال البعض. انت بقى، هل تخيلت في يوم من الأيام إنك تطوف الكعبة المشرفة عن طريق السباحة؟ مش بس كده، ده في ناس طافوا عرايا بدون ملابس ولطخوا الكعبة بالدم. أنا محمد فرج، وانتوا دلوقتي في حياة زمان. من حوالي 83 سنة جه راجل من البحرين اسمه علي العوادي أو العوضي في اللغة الدارجة، يعني ربنا يرحمه. حاليا كان بيتعلم في الوقت ده بمكة، وكان عنده وقتها 12 سنة. عاصر أمطار كتيرة جدا في مكة. الأمطار دي دامت لمدة أسبوع ليل نهار. وفي آخر أيام المطر قرر مع شقيقه وأصحابه وأساتذة ليه إنهم يتجهوا للحرم المكي عشان يطوفوا بالبيت العتيق. اقترح العوضي على الزملاء والأساتذة وشقيقه إنهم يطوفوا بالكعبة عن طريق السباحة عشان تتحقق العبادة. الكل نزل عشان ينفذ الفكرة، والصور خير دليل على نجاح المقترح. العوضي كان آخر من طاف من الأصدقاء، والشقيق التقط ليه صور تذكارية أثناء السباحة حول الكعبة في حدث نادر لكل المعاصرين، وده سنة 1941. مياه السيول غرقت المكان بالكامل، والحجاج كمان ما كانوش عارفين يعملوا ايه السنة دي، ولا ليهم خيار تاني الا ان هم يحجوا عن طريق السباحة. وده لان ما كانش في وقتها منافذ كافية للمياه المتجمعة عشان تخرج بعد ما تحولت لبركة كبيرة حوالين البيت العتيق. هل بقى العوضي واصحابه عملوا حاجة جديدة ما اتعملتش قبل كده في التاريخ الاسلامي؟ لا طبعا، اللي حصل ده ما كانش جديد، وصادف كذا مرة في التاريخ الاسلامي للحج وحتى في صدر الإسلام. كان بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم طافوا بالكعبة سباحة لما أصابتها السيول. الإمام الفكهي في كتابه أخبار مكة قال: كان كل شيء لا يطيقه الناس من العبادة يتكلفه ابن الزبير رضي الله عنهما يطوف سباحة، وذلك عندما جاء سيل فأغرق صحن الطواف، ليكون بذلك قد أدى عبادة لم يفز بها إلا قليل من الناس، وهو ما يدل على حبه للعبادة والطاعة. فقد أخرج الإمام ابن أبي الدنيا من طريق ليس عن مجاهد عندك السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة، قال إنه من المشهور بين الطائفين حديث: من طاف أسبوعا في المطر غفر له ما سلف من ذنوبه. ازاي كان بيتم تقبيل الحجر الأسود المغمور في المياه؟ بص يا سعادة البيه ويا ست هاني، نقلت لينا كتب السير قصة المطر مع الكعبة، وده لما انهدم البيت العتيق نتيجة المطر، وساهم الرسول صلى الله عليه وسلم في عملية البناء، فقام بوضع الحجر الأسود مكانه. وجه كمان في كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس إن البدري بن جماعة، وده واحد من العلماء وكان قاضي القضاة في الشام ومصر وخطيب المسجد الأقصى والجامع الأزهر والجامع الأموي، طاف سباحة بالبيت العتيق. ولما كان بيقرب من الحجر الأسود كان بيغوص لتقبيله. كمان كان الصحابي سعد بن جبير يطوف بالبيت زمن الماء، والماء يأخذه إلى سرته، وده كان دليل على طرق الصحابة كل أبواب الطاعة الشاقة طمعا في مضاعفة الأجر والثواب. إيه أبرز المعتقدات الغريبة للعرب في الطواف قبل الإسلام؟ كان بعض العرب يطوفون حول البيت عرايا دون ملابس، رجال ونساء، وده الاعتقاد سائد بأنهم لازم يتطهروا من الملابس اللي عصوا ربنا فيها، فبيخلعوها، أيوة بالكامل، وبعد الطواف بيلبسوها تاني. وكان العقلاء في قريش مش عاجبهم المشهد، فكانوا بيرشدوا الناس إن هم يرتدوا ملابس مخصوص كان اسمها مآزر، ودي ما كانش الكل بيقدر يشتريها، فكانوا بيقلعوا برضه. لكن العادة فضلت موجودة لغاية فتح مكة، وجي النبي الكريم وحرمها في السنة التاسعة للهجرة. كمان كانوا بيتعمدوا تلطيخ الكعبة بالدم، وده بعض الطقوس برضه، وده بعد ذبح الهدي، اعتقادا منهم ان هم كده نالوا رضا ربنا، خصوصا لما كانوا بيوزعوا اللحوم على الفقراء ولا يقربوها. نيجي بقى للكلام عن الجانب الاقتصادي للحج. في مقال الكاتب خليفة مساعد الخرافي قال إن أول من أدخل عبادة الأصنام إلى مكة عمرو بن لحي الخزاعي أمير مكة. وكان العرب في تلك الفترة قد فطر لديهم الوازع الديني، وتهاونوا عن العقيدة الحنفية اللي دعا عليها سيدنا إبراهيم ونجله سيدنا إسماعيل.
واللي كانت شائعة في مكة، واللي فضل على دين سيدنا إبراهيم من الحنفية رهط من قريش، وعلى رأسهم ورقة ابن نوفل ابن عم أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها. الكعبة كانت مصدر رزق أهل مكة، ولما كانت الأوثان هي التي تجعل القبائل العربية تهب إلى مكة اهتم القرشيون بها وأنشأوا أماكن للسقاية في مكة ووفروا الطعام، فكانت الرفادة من الأمور العظيمة اللي أهل مكة بيقوموا بيها أثناء موسم الحج، وكانوا بيجمعوا من كل الرجال المال بقدر طاقتهم، وبه كانوا يجهزون للحجاج الطعام والإبل والزبيب للنبيذ، فلا يزالون يطعمون الحجيج إلى أن ينتهي موسم الحج. وأول من قام بهذه الأمور هو هاشم بن عبد مناف، ثم أصبح لكل قبيلة أوثانها. اختلفت تلبية النداء في صياغاته المختلفة من القبائل، فكانت بعض القبائل بتقول لبيك مرهوبا وقد خرجنا، والله لولا أنت ما حججنا مكة والبيت ولا عججنا ولا تصدقنا ولا تحججنا. قبيلة تانية كانت بتقول نحن من بعدهم أوتاد، نحن ورثة البيت بعد عاد، فاغفر فأنت غافر وهاد. إلى أن اجتمع المسلمون على الصيغة الموحدة وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وطالما بنحكي بقى عن الحج والعمرة، خلينا نحكي عن أبرز مواقف 2023 للمعتمرين. في مطلع السنة دي ظهر فيديو متداول لمعتمر كان بيحاول يخفف التعب والمشقة عن العمال في الحرم، وكان بيصر انه يروح لكل عامل من عمال النظافة ويعمل له تدليك في ظهره ورقبته عن طريق المساج، في محاولة جميلة منه لإدخال السرور والراحة عليه. الأمر اللي قابله الكل باستحسان وثناء على المعتمر اللي حاسس بكل البسطاء والعاملين في بيت الله الحرام. بيروي أحد الشيوخ عن دعاء مؤثر ومستجاب للي مش عارف يحج بيت الله زينا كده، ودقت بيه السبل المادية بعد ارتفاع تكاليف الحج بشكل جنوني. قال إنه لقى شخص بيبكي بحرقة، ولما سأله عرف السبب، وهو إنه طمعان في زيارة بيت الله الحرام. الشيخ قال له هقول لك على دعاء قرره وإن شاء الله تحج. الراجل فرح جدا وقرر إنه يعمل الدعاء ده ورد يومي له بعد وقبل الصلاة وفي كل حركة وسكون. بيقولوا لغاية ما لسانه اتعود عليه تلقائيا، وتشاء الأقدار إن الشيخ يذهب للحج فيلاقي الراجل هناك، وأول لما شافه خده بالحضن وقال له السبب في الدعاء اللي قلت لي عليه. الدعاء إيه بقى؟ جه الوقت إن نقول كريم رسول الله والله أكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرمه؟ ربنا يكتب لنا حج بيت الله ويرزق كل مشتاق. قولوا أمين. إحنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الزمن الجميل. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك وشير. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم. السلام عليكم ونشوفكم على خير.